فعل حب الوطن هو الأساس، ونحن بس نعرف هيدا الوطن على المضبوط ونعرف هيدا الوطن شو هو بالنسبة لإلنا. هيدا الوطن منه مجرد جغرافيا، هيدا الوطن منه مجرد أرض، هيدا الكيان يلي ضحوا كرماله ناس كتير قبلنا من ايام جدودنا لحد اليوم. نحن مقدمين تضحيات تيبقى هيدا الوطن، ونحن كنا إلنا اليد الطولة لنشأة هذا الوطن، وقرروا انه يبقوا هون بهيدي الارض كرمال نحن نستمر. اليوم ما في شيء بينهي هيدي الحرب، وما في شيء بيخلي هيدي الحرب ما تعود ترجع الا انه نحن نعرف تاريخنا ونتعلم من الفترات السابقة. في محلات كانت الناس تقول يا محلى ايام الحرب، هلا عم بتقول صحيح، عم بتقول يا محلى ايام الحرب، مش على القتل وعلى كل هالمظاهر البشعة يلي على الكرامة اللي كانت، على الكرامة اللي كانت، وعلى محاولة الدولة يلي جربت تعملها القوات اللبنانية بداية مع الرئيس الشهيد بشير الجميل يلي عمل دولة ب 21 يوم، ومن بعده الدكتور سمير جعجع يلي استلم المنطقة الحرة بال86 كيف عمل دولة. والكل بيعرف، وإذا ما بيعرف لازم يعرف إنه بهيدي الحقبة يلي استلم فيها الدكتور سمير جعجع القوات اللبنانية وعمل منها مؤسسة، كان في مؤسسات لحزب القوات اللبنانية بنص الحرب. كانت الناس تهرب، سوري هلا مش وقتها ولكن هيدا الواقع يلي كان موجود، تهرب من الغربية لتيجي تسهر بالشرقية لتتطبب. أول عملية قلب مفتوح بالشرق الأوسط صارت بمستشفى بالمنطقة الشرقية تحت إدارة القوات اللبنانية. كان في صندوق وطني مثل الضمان الاجتماعي، كان في نقل مشترك، كان في كل هذه. من هيك الناس بتقول يا محلى أيام الحرب، لأنه عن جد كان في كرامة، كان الإنسان عايش بكرامة، مش مثل اليوم مذلول على محطات البنزين. ماتر توني نون بهالجامعة الجامعة الشعبية مين بيكون؟ أول شيء بدي أشكر الدكتور سمير جعجع. بدي أشكره مش من هلأ، بدي أشكره لأنه الدكتور سمير جعجع من وقت ما كانت الحرب على الجبهات وكانت الناس عم بتموت وعم بتحارب وعم بتقاتل بسلاحة، كان تارك مارج كتير كبيرة للفكر وللتنشئة السياسية من هيديك الأيام. بحب أذكر وأشكر رفيقنا إلي كيروز، بحب أشكر المرحوم مخول عواد، بحب أشكر كل هالشباب يلي كانت تنط من جبهة لجبهة كرمال لتحط الفكر وتزرعه. لأنه القوات اللبنانية ولا نهار كان عندها قتلة، القوات اللبنانية كان عندها مقاتلين، والمقاتل هو يلي عنده قضية مؤمن فيها. هيدا الأمر كان يواليه كتير من الأهمية من هيديك الأيام. بدي أرجع أشكر من بعده كمان سعادة النائب الدكتور أنطوان حبشي. من بعد الدكتور أنطوان حبشي شكر كتير كبير لإنسان وشاب بالفعل ما بينام لا ليل ولا نهار، وأنا بقول له مش بس ما بينام وما بيخلي حدا ينام، هو رئيس جهاز التنشئة السياسية رفيقنا الأستاذ شارب العيد يلي أخذ هيدي الوزنات من الدكتور أنطوان حبشي وحط فيها واشتغل فيها. واليوم عن دورة الإعداد والتدريب يلي هي بتطلع كل شيء إصدارات للحزب. نحن اليوم أصبح عنا أوراق بالحزب، عن كل موضوع عنا بحث، عن كل كتاب عنا ملخص، أصبح عنا مكتبة بجهاز التنشئة السياسية تضم الآلاف من الكتب بتحت تصرف كل القواتيين، بيقدروا يروحوا وياخدوا كتاب يستعروه يقروه جمعة ويردوه على المكتبة. الأمل كبير ماتر توني نون إنه اللي جاي حلو مش حلو. الأمل كتير كبير يا ريما، الأمل كتير كبير، لأنه ما في نزة إلا من بعد طلعة، وما في عتمة إلا من بعد نور. هيدا منه شعار وهيدا منه وهم، هيدا حقيقة، وهيدا حقيقة مبرهنة علميا، وهيدا التاريخ كله هيك بين. دايما في حقبات هيك تقطع على المواطنين، تقطع على أوطان، تقطع على حيالله مجموعة من الناس بيكون فيها هيك ركود وخمول وأسى وعذاب، ولكن من بعدها طالما في ناس مؤمنة، وطالما في ناس مؤمنة انه في خلاص وفي نور من بعد كل ظلمة، ونحن ابناء الرجاء بالنهاية، ما بدنا ننسى هيدا الشيء، وبالتالي هيدا شيء من ايماننا. وبتعرفي المؤمن هيدا شيء بيكون حقيقة عنده غير قابل للشك. كلهم بيقولوا لنا اليوم القوات اللبنانية هي املنا، ولا حدا بيقولنا انتم عم تشتغلوا لفئة معينة. نحن انبثقنا من فئة معينة لحماية هذا الكيان، انضم لنا كتير ناس وبعده عم ينضم وراح بيضل ينضم، لانه الحقيقة دايما بتجذب.